فيات ولا مرسيدس؟ الصابونة بتاع معمل الزيتون اللي جنبنا، ولا الصابونة لاكس، ولا لاكس مش عارف اسمها إيه صراحة. شامبو ماي واي ولا شامبو هيد اند شولدرز؟ اكيد هيد اند شولدرز يعني. اللي ما عملش سبسكرايب يدخل يعمل سبسكرايب دلوقتي حالا ويعمل لايك احنا لو جينا نبص على الناس اللي بتيجي تشتري الايفون في امريكا، طبعا مش في مصر، هتلاقي ناس بتقف بطوابير طوابير 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 عشان تاخد تليفون مثلا ب$1000 زي ايفون 10 اللي نزل، مع انهم بال$1000 دول ممكن يجيبوا 5-6 تليفونات تانيين ممكن يكونوا احسن من الايفون 10 الجديد اللي نزل. الفكرة كلها في اللوجو بتاع الايفون، الفكرة كلها في التفاحة المقطوعة اللي انت بتشوفها على ظهر الايفون دي. احنا حتى هنا عندنا اما بتيجي تشوف موبايل ايفون ان شاء الله يكون من ايام 6600، موبايل عقيم ممكن يكون ماسكه الايفون في ايده، فانت لما تشوفه او ماي دي جاد ده مالتي ناشونال، ده ايفون. انما مثلا تشوف واحد معاه تليفون عادي او اي سامسونج يا سيدي، اي تليفون تاني، بتحس ان هو ايه، مش نفس الانبهار بتاع الايفون. تلاقي نفسك مسكت الايفون التاتش ده ولا بيشتغل، مع ان هو ممكن يكون اقل في الامكانيات من تليفونات تانية نازله. قبل ما نخش في الموضوع، احرص انك انت تعمل سبسكرايب للقناه، تدوس تحت علامه الزرار الطويل اللي هو الاحمر ده، اعمل سبسكرايب، اعمل لايك للفيديو قبل ما تعرف هو عباره عن ايه، تعمل سبسكرايب عشان تضمن ان الفيديوهات الجايه تبقى معانا ان شاء الله. السبب في ان احنا دايما عايزين نشتري البراند هي مفيش حاجه تانية، هي الايجو، انك تبقى تعمل ساتسفيكيشن او ترضي الايجو اللي جواك. طبعا انت تدفع فلوس اكتر، طبعا انت مش هتبقى ضامن الاكسسوارز كلها تبقى موجوده ولا لا، طبعا لكن انت عندك الاستعداد انك تدفع اكتر عشان البراند، عشان الاسم، عشان يتقال ان هو اسمه كذا. نفس الكلام بينطبق على بعض من الاطباء في الفيلد بتاعنا، في مجال الدعايه الطبيه. دايما تلاقي الاطباء ما بيكتبوش غير براندات فقط، ما بيكتبوش غير اسامي معينه بس، دايما الاسامي ديت هتلاقيها اسامي براندات. ايه السبب؟ السبب هو لخلفيه، هو عنده ان هو البراند فقط هو الاصلي، هو فقط اللي هيدي الافيكاسي المطلوبه، هو الانسب للبيشنت، هو مش شرط يكون متدايل عليه، مش لازم يكون متدايل على الدواء، هو فعلا مقتنع ان هو الافضل. لكن هل هو فعلا الافضل؟ ما اعتقدش. في ادويه تانية اثبتت وجودها، وفي ادويه تانية كان الكومبيتيتور بتاعها كان البراند وعدت البراند في السيلز بتاعتها. طيب برضه هو ايه هو السبب؟ السبب ان هو يتقال ان الدكتور فلان الفلاني ده متفرد عن غيره، ده لوحده بيكتب اصناف كذا وكذا وكذا، لان هو البراند، يعني الدكتور نفسه هو براند. انت ما بتشوف واحد راكب المرسيدس مع الايفون في ايده، سبسب الشعرتين، عامل الضفيره اللي ورا، وساقط البنطلون، ولابس بدله على البنطلون مليونير، ده ليه كريتيريا خاصه، ده مش عارف ايه، ده مش عارف ايه. بعكس ان انت ممكن تشوف واحد تاني راكب 100 فيات 28 ومعاه موبايل 6600 وشعره كله واقف زي حالاتي كده مثلا، فبتقول ده مكسح وما حلتوش غير الرضا. عن نفسي بس غالبا بيبقى او احيانا بتلاقي مثلا ان الشخص اللي بيتباهى بالشيء بيفتقده، والشخص الزاهد عنه ممكن يكون عنده او هو قادر ان هو يجيبه بس مش جايبه، مش من ناحيه بخل، ولكنها كلها نفسيات مش اكتر من كده. طيب الدكتور اللي شايف ان البراند هو الحل الامثل، هو الحاجه الوحيده في كوكب الارض اللي ممكن تشفي البيشنت، مفيش اي حاجه تانية تنفع، مفيش. اعتقد ان الكريتيريا ديت بتبقى صعبه جدا 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 انك تتعامل معها. لكن حقيقه الدواء نفسه لا يعني ان هو مش عشان مش براند ما هواش هيجيب الافيكاسي. احنا شفنا الاصناف دي كتير، وشفنا الادويه دي كتير جدا، في ادويه كتير جدا بتجيب الافيكاسي، كلهم نفس الماده الفعاله باختلاف الاسم وتجيب افيكاسي كويسه، تتفاوت من شركه لشركه على حسب التصنيع. لكن لا يعني ما ينفيش ان في واحد من دول ستاند اوت بيخبط راسه براس البراند. طيب انا عايز اسوق المنتج بتاعي اللي هو مش براند،
هعمل ايه؟ make it a brand. make yourself a brand الاول، خلي نفسك البراند. يبقى الدكتور عايز يكتب لك عشانك انت، فبالتالي هتسوق نفسك باستمرار. تسويق النفس او انك تخلي نفسك البراند لازم يتبع بعض الخطوات. اولها هو ان الدكتور يبقى عارف شكلك كويس، وبعد الدكتور عارف شكلك كويس ان هو شافك كتير، بيشوفك كتير باستمرار، فبالتالي هيبدا يحصل نوع من الميمورايزيشن. هيبدا الدكتور يخزن صورتك في دماغه، بالتالي هيبدا يتذكرك. وبناء على المعامله الحسنه اللي انت بتتعامل بيها، ادب وشكلك والستايل بتاعك والاتيتيود بتاعك وطريقتك في الكلام، هيبدا يخلق انطباع كامل عن الشخصيه دي. فبالتالي بقيت انت عنده اسم، بقيت انت عنده كريتيريا، بقيت عنده فريند، ده واحد داخل له وطالع له تقريبا في الاسبوع مره. فبالتالي ده الشخص ده بقى مقرب ليا بدون ما احس، بقى مقرب للطبيب بدون ما يشعر. هتحس بالموضوع ده امتى؟ زي مثلا انك تخش الاي ام وسط 20 دكتور، قدامك 20 دكتور ومعاك مثلا 5 6 مناديب. لو انت مستمر في الزياره، بالذات الناس القديمه مثلا، هتلاقي الدكاتره بتسلم على شخص واحد وبتهزر مع شخص واحد وبتضحك مع شخص واحد. ليه؟ عشان ده البراند اللي فيكم، ده القديم اللي فيكم. مع ان كنتوا ممكن في مثلا في واحد كمان ممكن يكون قبل المندوب ده، لكن الشخص ده ما عرفش يعمل اللي المندوب ده عمله لنفسه، عمل لنفسه براند. فمش معنى انك انت مثلا عايز تعمل نفسك براند فبالتالي هتهزر مع كل اسيستنت، تهزر مع كل الدكاتره، هتخليك اوبن مايندد مع كل الناس. مش معنى كده. الاهم انك تتكيف مع النيد بتاعت الدكتور على قد الحالات اللي بيشوفها طول اليوم. احنا بنعتبر بالنسبه له الفيكيشن، بنعتبر بالنسبه له الزياره اللي هي هيرفه بيها عن نفسه شويه، هيهدى مش عارف ايه. فبالتالي ان شاء الله حاضر، هو بيبقى بياخد نفسه مش اكتر من كده. فكره انك انت تقدر تكسر الايس او تكسر بريك ذا ايس وتخلي في كوميونيكيشن ما بينكم، ده بانك تعرف النيد بتاعته في الكوميونيكيشن، في التواصل، مش انك تجيب له ساعه او انك تطلعه ستاند الون ولا مش ده القصد. بخلاف موضوع الكتابات او انك انت تكسر الايس مع دكتور ما بيكتبش غير البراند، هو ان انت تبقى مقتنع تماما بالمنتج بتاعك. اقتناعك بالمنتج بينعكس تماما على الشخص المقابل اللي انت داخل معاه في النيجوشيشن او في الحوار او في الديبيت. انك لازم تكون مقتنع وتثبت اللي قدامك انك على قدر من الاكسبيرينس او من المعلومات ما تكفي انك انت قادر انك تقنع اللي قدامك بالمعلومه. ده بينعكس بطريقه الكلام، ده بينعكس بطريقه الكوميونيكيشن، ده بينعكس بالرد المباشر الصريح على اي سؤال يتسال. هل هو في كذا؟ والله مش عارف. لا مش عارف ازاي يعني. مش متاكد. هرجع المكتب العلمي. طبعا ده الكلام ده كله يقوله الفريش، الناس اللي لسه نازله اللي مش ملمه بالبرودكت بتاعها كويس. لكن لو في واحد نازل يعمل كومبيتيشن قويه على برودكتس قويه موجوده في الماركت، اعتقد ان هو لازم يبقى ملم جيدا بالمعلومات كلها، بحيث ان هو لما يسال سؤال يجاوب الاجابه المنطقيه العقلانيه اللي تثبت ان هو لا يقل بل قد يتحسن او يكون احسن من الكومبيتيتورز الاخرين. بخلاف نطاق الأدوية، لابد أن تعلم إن براند يور سيلف ده لايف ستايل، أسلوب حياة. إنك تبقى قادر على التكيف مع أي أوبجيكشن يقابلك أو مع أي كاركتر تتعامل معاها أو لازم تدي انطباع جيد حسن ذا أخلاق حميدة مع الشخص اللي قدامك، بحيث إن ده هينعكس عليك بفيدباك حسن هينتقل من لسان للسان 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 بمجرد الرؤية. حد فاهم حاجة؟ ما أعتقدش. لازم تسيب فيدباك عن نفسك كويس، بخلاف المنتج بتاعك، سواء دواء، سواء علبة مناديل، سواء علبة زبادي، مش فارقة. المهم انك تتعامل بالكريتيريا اللي تسيب فيها فيدباك كويس. لان احنا لو وضعنا في خانة ان انا عندي 2 برودكت من نفس الانديكيشن، نفس الدواء، نفس الانجريدينت، او اي برودكت في الدنيا، موبايل وموبايل، الاثنين نفس الحاجة، بس في مندوب بيسوى ده وفي مندوب بيسوى ده، اخد انهي؟ هاخد بناء على ايه؟ هاخد بناء على الشخص المسوق، هاخد بناء على الشخص اللي بيكلمني، بمعنى بمن اثق فيهم اكتر. الشخص اللي انا بثق فيه اكتر، الشخص اللي هو شكله على الاقل يوحي بالثقة، كلامه على الاقل يوحي بالثقة، هو اللي هيكون افضل بالنسبة لي في التعامل اكيد يعني.